السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. البنك المركزي المصري من دقائق بسيطة أعلن عن تثبيت سعر الفايدة، والحمد لله إن هو ثبت سعر الفايدة. اتكلمنا امبارح في فيديو وقلنا يعني كل التوقعات بتشير إنه هيزود سعر الفايدة من 1 ل 2%، كل الخبراء بيقولوا كده. وقلت برضو وجهة نظري ده مش توقع، رأيي إنه ما يزودش سعر الفايدة. ليه؟ لأن آخر اجتماع عامل فيه كان مجتمع فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفايدة كان يوم 22 ديسمبر. يعني ملحقش في الاجتماع ده. ايه اللي حصل؟ ساعتها زود الفايدة 300 نقطة، يعني 3% مرة واحدة. حتى انا ساعتها قلت كرسي في الكلوب، البنك المركزي فاجئ الجميع، كان كله يعني متوقع انه يرفع الفايدة 1% او 2%، هو رفعها 3% مرة واحدة خارج التوقعات. فانت رفعت الفايدة 3%، بعدها بكام يوم طلع بعض البنوك زي مصر والاهلي عملوا الشهادات اللي هي ب 25% وب 22.5%. بعدها دخل بنك القاهرة على الخط، بعدها دخل بنك يعني مجموعة من البنوك عملوا شهادات اللي هي 22.5%، زي التجاري الدولي والعربي الافريقي وقطر الوطني. لكن طبعا ما عملوهاش لمده سنه، عملوها سنه ونص عشان يعفي نفسه من الاحتياطي الالزامي اللي انا كلمتكم فيه قبل كده، وقلت لكم ان لو في شهاده معموله في اي بنك سنه او اقل من سنه، البنك المركزي بياخد عليها من البنك المصدر للشهاده دي 18% يحطهم عنده في البنك من غير ما يدي البنك ده فوائد عليهم. طب اعلى من سنه ما بياخدش ال 18% دي. مصر والاهلي والقاهره دي الناس دي تقدر تتحمل لانها بنوك كبيره، لكن البنوك الخاصه كان صعب انها تعمل ده، فعملت الشهادات سنه ونص مش سنه عشان تعفي نفسها، وفي نفس الوقت اضطرت انها تعملها عشان تعفي نفسها يعني من الاحتياط الالزامي 18%، وفي نفس الوقت عملت ده عشان شافت ان الناس بتسحب منها الفلوس وتدخلها. انا حاطط فلوسي في بنك CIB ولا قطر الوطني ولا العربي الافريقي ولا اي بنك ب 13 ب 14 ب 15%، وشايف بنك تاني ب 25%، ايه اللي هيخليني في البنك ده؟ هسحب فلوسي من هنا واحطها هنا. هو ليه السحب عنده شغال، فاضطر انه يعمل الشهادات دي. معظم البنوك دي وقفت الشهادات دي بعد ما بنك القاهره وبنك مصر وبنك الاهلي ما وقفها. وبالتالي انت كبنك مركزي لسه ما لحقتش تشوف تاثير ال 3% الزياده في سعر الفايده اللي رفعتهم في اجتماع ديسمبر اللي فات. ما لحقتش تشوف تأثير الشهادات ال 25 وال 22.5% اللي سحبت جزء كبير من السيولة من السوق، حتى لو جزء منها كبير كانت شهادات واتكسرت. الناس كان عاملة شهادات وكسروها عشان يعملوا الشهادات ال 25 أو ال 22.5%. لكن وفقا لتصريح رئيس اتحاد البنوك الأستاذ محمد الإتريبي اللي هو رئيس بنك مصر برضه، قبل ما الباب يقفل بتاع شراء الشهادات بيوم أو بيومين، قال إن حوالي 30% من الشهادات دي من الفلوس اللي جاية لنا في البنوك داخله من بره، مش شهادات مكسوره. ال 70% شهادات واتكسرت، 30% شهادات جديده، يعني فلوس جديده داخله البنوك. وبالتالي انت برضه ما لحقتش تشوف السيوله اللي اتسحبت من السوق دي ودخلت البنوك تاثيرها ايه، لان لسه معدل التضخم التقرير بيطلع 10 فبراير، لسه ما تعرفش. الحمد لله ان ده حصل، خاصه ان ده زي ما قلنا غير انه كان هيرفع ديون الحكومه من 30 ل 32 مليار جنيه على كل 1% زياده في الفايده، كان كمان هيعطل عجله الانتاج. ليه؟ هيعطل عجله الانتاج لاني زي ما شرحت لكم رجل الاعمال هيبقى تكلفه المشروع عنده كبيره، مع تدني القوه الشرائيه للمواطنين. يعني حضرتك لو انا كنت بروح اجيب نص كيلو جبنه، دلوقتي بروح اجيب ربع كيلو بقضيها. ما هتعمل ايه؟ ما هو الكيلو كان بكام بقى بكام؟ فالقوة الشرائية بتاعتك قلت، وده مش بيعمل لك انت بس مشكلة، ده بيعمل لصاحب المصنع كمان مشكلة، حتى لو هو جشع وبيزود الاسعار و لكن في الاخر زي ما قلت لك، لو هتشتري كيلو هتشتري نص، ولو هتشتري نص بقى بتشتري ربع. لو رايح تشتري تلاجة كان ب 10000 دلوقتي ب 20000، فخلاص ما انتش هتشتري، هتستنى بقى لما ربنا يسهل بقى وتكمل 10000 الثانيه وتروح تشتريها وهكذا. فلو الفايده كان زادت النهارده كان تكلفه تمويل المشروعات هتزيد، وبالتالي كان عجله الانتاج هتتعطل اكتر. السبب الثالث اعتقد اللي ما خلاش المركزي يزود الفايده النهارده
بسببه ان المضاربه على الدولار في السوق السوداء قلت كتير جدا، لان بقى الفرق بينها وبين السعر الرسمي مش كبير. ده كلام فاضي يعني. النهارده سعر الدولار في البنوك 30 جنيه و33 قرش في البنك المركزي اخر سعر النهارده، وبالتالي خلاص انت هتزود ليه بقى؟ الاجتماع جاي لسه هنشوف بقى لما يطلع تقرير التضخم بتاع شهر يناير اللي هو بيطلع في 10 فبراير. هنشوف بقى تقرير التضخم هيزيد عن 24.4% اللي هو معدل التضخم اللي اصدره البنك المركزي الشهر اللي فات، ولا هيقل ولا زي ما هو ولا ايه بالظبط. وبعدين نشوف بقى هيعمل ايه في الاجتماع اللي بعده، هيزود الفايده ولا ايه. ولو اني شايف انه يعني طالما ما زودهاش المره دي يبقى غالبا هيزودها المره اللي جايه، خاصه ان هو التزم مع صندوق النقد الدولي بسعر صرف مرن للدولار، وصندوق النقد طالبه، وده معلن من الصندوق، طالبه بتجديد السياسه النقديه ومحاربه التضخم من خلال زياده سعر الفايده. والفدرالي الامريكي امبارح رفع سعر الفايده ربع نقطه زي ما كنا قايلين، وبالتالي ما رفعش المره دي، ممكن يرفع المره الجايه، لكن برضه هيتوقف على سعر التضخم، هيتوقف على معدل التضخم. هيبقى كام سعر الدولار، هيبقى كام في البنوك، لسه هنشوف. النهارده البنك المركزي كمان طلع بيان قبل البيان بتاع معدل الفايده، بيان يعني يدعو للتفاؤل والامل. يعني بيقول فيه ان ميزان المدفوعات المصري حقق فائض بنسبة 523.5 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، اللي هو بيبدأ العام المالي عندنا بيبدأ من 1 يوليو يعني 1/7 ينتهي في 30/6 العام اللي بعده. فالربع الأول ده مقصود بيه الربع الأول من العام المالي 2022-2023 مقصود بيه شهر يوليو أغسطس سبتمبر، يعني في ال3 شهور دول. هو بيقول لك في نهاية سبتمبر الماضي ميزان المدفوعات المصري حقق فائضا كليا 523.5 مليون دولار. بيقول لك ان حصيله الصادرات بتاع مصر، الصادرات السلعيه غير البتروليه، يعني مش داخل فيها البترول والغاز والكلام ده، داخل فيها بقى يعني اسمده وفوسفات وملابس وكل السلع ما عدا البترول، المواد البتروليه، ارتفعت 5.1% لتسجل 6.5 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار خلال نفس الفتره من السنه اللي فاتت. الايرادات بتاع قطاع السياحه ارتفعت 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار. ايرادات قناه السويس ارتفعت 19.1% لتسجل 2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار. ده كله في 3 شهور اللي هي من يوليو لحد سبتمبر. يعني ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وانا قلت في الفيديو بتاع امبارح البدائل لو ما طلعش شهادات جديده، قلت ممكن تعمل ايه او ايه او ايه. بصوا الفيديو بتاع امبارح وربنا يكتب لكم الخير جميعا، وتقبلوا تحياتي سمير. السلام عليكم ورحمه الله.